يا مرحب بيكم في براح مع داليا حسين. براحك ومكانك ومساحتك الخاصة اللي بتلاقي فيها شفاء لوجعك وحل لمشكلتك ووعي يقدر يساعدك تحسن حياتك وتصلح من نفسك وعلاقاتك. العلاقات زي ما اتفقنا من أكتر الأبواب اللي بنستقبل من خلالها دروس الحياة، واللي حابين دايما نأكده إن مهما كان شكل علاقاتك وحالها وحالك فيها دلوقتي، فدايما في أمل الإصلاح اللي بدايته دايما عندك أنت. فرحلة علاقات داعمة بدأناها مع حضراتكم على مدار حلقتين، والنهاردة المحطة الثالثة، محطة عميقة هنتكلم فيها عن الصمت. الصمت كلغة تواصل بين الزوجين. مع مين؟ طبعا مع الحبيبة الملهمة روح قلبي دكتور عبير العشري، كوتش العلاقات والمستشار الأسري ومدرب كوتشنج العلاقات المعروفة. طبعا أهلا شكرا بيكي. يا دولي. ماشي يا حبيبتي، بجد الله يخليك. انتي عارفة أنا بحبك صح؟ عارفة، ما وأنا عشان كده اعترفت لك الحلقات بحبي عمالة كتير. يعني تطول مننا. الحمد لله، لان هي الحمد فعلا لله. النية هي اللي بتسوق يا رب الحوار يا رب. كله وبتسوق الكلام على لسانك والنية كانت واضحة من الاول بصراحة، حقيقي. ان الحمد لله يكون ليكي تأثير ودور في اعمار البيوت. يا رب. احنا موضوعنا النهاردة شوية شائك، لان احنا يعني بنمارس الصمت، او مفهومنا عن الصمت ان هو الصمت العقابي، او ان احنا طول الوقت ساكتين واحنا لازم نتكلم، الخرس الزوجي و ولكن يمكن في حلقات سابقة، مش عارفة الحلقة اللي فاتت أو اللي قبلها، اتكلمتي عن الصمت بمفهوم مختلف خالص، إن هو لغة تواصل قوية جدا وتأثيرها بيوصل يمكن أكتر من الكلام أحيانا. وقلتي حتة مهمة قوي في الصمت دي، قلتي إن إحنا بنتكلم، مش بس بنكلم الطرف الآخر من غير ما نتكلم بصوت، ولكن بنرد بالنيابة عنه، حقيقي. وبنتهمه اتهامات ممكن تكون باطلة ونصدقها فنتعامل معاه على أساسها. الحتة دي مهمة قوي، يعني كلمينا عن الصمت، ازاي ممكن تأثيره يوصل لتأثير كبير جدا في صدع العلاقة دي أو في كسر جسر التواصل زي ما سميناه. جميل يا داليا، بس أنا وانتي بتتكلمي دلوقتي جه في بالي نقطة كده، معلش هبدأ بيها. فكرة الصمت أحيانا بيبقى إيه؟ بيبقى إحنا زعلنا مع بعض، فسايبها تهدى امم. أو سايباه يهدى. فاللي بيحصل إيه؟ إن النار بتشعل أكتر بتشعلل. طبعا. لان النار ما بتطفيش بانك تسيبيها. امتى النار بتطفي لو انت سبتيها؟ لما يتحول الخشب او الشيء اللي هي بتولع فيه لرماد. ده لرماد. وقتها بس بتبدأ تطفي، وبتاخد وقت طويل قوي ان مم. عقبال ما تطفي. احيانا كتير البيوت لما بتطفي بيفضلوا يقيسوا درجة الحرارة فيها، لان هي بتبقى متخزنة جاز. شكلا اتطفت وتمام، لكن جوه في نار رهيبة. فكذلك بين الزوجين، يا ريت بس نبطل الموضوع ده. احنا مم. عايزين نحل، يعني او انت زعلتي او انا زعلت، يعني نصالح بعض. طب مم. انا متعصب، طب هي متعصبة، خلاص. طب انا هسيبك ساعة كده وبعدين نتكلم، او انا مم. مش يعني مدة محددة ونقولها. احنا يعني بقى اقول ان سيبيه انا يهدى او سايباه سايباكي. يهدى، بنسى انا ان انا لا سايبه ما حاجه لا لا اصلا. لا ما فيش الكلام ده. احنا أيوة. نسيب بمدة معينة ونقول ان احنا سايبين علشان نهدى، نبقى نتكلم بعدين، يعني مش مثلا انه يعني طرف من الطرفين يقول للاخر، انا يعني هنعدي النهارده عشان انا حاسه ان مثلا. انت مثلا النهارده غضبان جدا، فخلينا بكره تكون اهدى شويه نتكلم في الموضوع ده. بتعاطف. مم. زي ما انت قلت كده، مش مم. اللي هو ايه عشان الوقت هلوشك. لا ابعد عني احسن لك. ابعد عني احسن لك، مش طايقه اشوف وشك. لا احنا، طب بص، احنا دلوقتي متضايقين، او بلاش احنا، حتى انا دلوقتي حاسه ان انا متنرفزه ومش حابه اتكلم وانا كده، فتعالى نتكلم بكره، او هو نفس الحكايه مثلا. تمام. فدي نقطه كده، ايه، رزق حلو كده ده. جه نسيبها على جنب. مم. طيب نرجع بقى للصمت او صراخ الصمت اللي احنا كنا اشرنا ليه قبل كده. الصمت انواع كتير. اشهر انواعه مثلا الصمت العقابي اللي احنا شبه اتكلمنا عليه دلوقتي، بس احيانا بقى بيبقى مقصود. مم. يعني انت عملتي عمل مش عاجبني، فانا اعرفك بقى. هسكت. انا هوريكي بقى انك ما تعمليش كده تاني. مم. هسكت يوم، اتنين، تلاتة، اربعة، ووقتها بيحصل موضوع النار اللي احنا اتفقنا عليه ده. ومش مم. بس كده، حتى لو حصل تصافي بعد كده، انا بكون عودتك انك تبعدي عني. مم. لما بعدت عنك وده هيتناسب طرديا مع طول المدة أو تكرارها. مم. يعني أنا كل شوية بعمل صمت عقابي، أو الصمت العقابي بتاعي بيقعد بالشهر. مم. أحيانا كتيرة سمعتها في جلسات كتير قوي من الزوج أو الزوجة، إن أنا في الآخر بكلمها لأن زهقت. البيت بقى عامل زي القبر، يعني بدخله وأنا مم. شايل الهم.
فخلاص اتكلمت، لا هو اقتنع بكلامك ولا ولا هو عارف عارف كانت فين كلامك ليه المشكلة ولا ايه وعايزين المشكلة نحلها ولا ولا اي أي حاجة، حاجة، بس خلاص اتكلمت، بس هيفضل شايلها لك حتى في اللاوعي بتاعه، وهي كمان. وكذلك لو حصل معاها هي. مم. تمام. فده الصمت العقابي اللي يعني مرفوض تماما ولا ننصح بيه تحت اي بند من البنود. ممكن نرجع شوية، يعني نبعد خطوة علشان نقرب، مم. مش علشان نعاقب. حلو ده. في من أسوأ كمان انواع الصمت، الصمت الانسحابي. مم. انا انا بقيت عارفة ان انا لما بتكلم بسمع كلام يجرحني، مم. بسمع نقد لاذع، سخرية واستخفاف سخرية، بمشاعري أو أفكاري. او بلاقي مثلا استهزاء بالعواطف بتاعتي او مم. بالاحاسيس اللي انا بقولها، مم. فبنسحب، مم. بنزوي، باخد جنب، بطفي. مم. تخيلي، وده للرجل او للست على فكرة، في علشان دايما هي بتتاخد ان الراجل بيعمل كده، لا في رجالة كتير الست بتبدأ او الزوجة بتبدأ تقول له ايه، يعني اللي هو ما انت في الاخر بتقعد تعمل كده وفي الاخر بتبوظ، ما انت دايما بتقعد بتقول رأيك مش عارف ايه، مم. بتحسسه انه رأيه في الاخر مم. بيطلع غلط. مم. طب ما هي دي الحقيقة، الزوجة في الجلسات بتقول لي كده، ما هو ده اللي حاصل. وامتى بنقول كل الحقائق؟ مم. مش احيانا لا يكفي كتير مجرد إنه حقيقة إنه يتقال. لا، في صراحة وفي وقاحة. مم. احيانا كتير الصراحة بتبقى وقاحة. مم. فهو ما عملش حاجة بس يكفي شرف المحاولة. يعني اشمعنى فرق الكورة يا جماعة صح. بنشجعها، بنقول أدوا أداء وارد، مشرف أيوة يعني، صح، وبنفضل وارد نشجعها. دايما الفوز والهزيمة، ف... وارد دايما ف... إن أنا سعي ده يكلل بنجاح أو لأ، بس اه أنا بسعى. فكفاية انه حاول، وكفاية انه كذا، وكفاية انه كذا. وحتى لو ده اللي جوايا ما فيهاش حاجة لما احتفظ بيها يعني جوايا، يعني مش لازم اقولها. اذا الصمت الانسحابي من أسوأ انواع الصمت، لانه مش بيخلينا اتعود بقى على البعد، لا بيخلي روحي تنكسر، مم. والروح صعب قوي قوي ان احنا نجبرها. مم. اتكلمنا قبل كده عن جسر التواصل وتمرين جسر التواصل وازاي نعيد التواصل، لكن لو كانت الروح هي اللي مكسورة، خلاص مفيش حتى أي شعلة تديلها القوة أو الطاقة اللي تخليها تقرر مفيش تكمل. مفيش مفيش مم. وقود. هو للأسف يعني بصي، رغم إن الكلام محزن، ولكن هو بيعبر عن ناس دي كتير قوي، حقيقة. يعني كأنه صوت بالتحديد ستات أكتر شوية. عارفة كأنك عبرتي عن صوتهم، هو ده اللي بنسمعه، هو ده اللي بيحسوه طول الوقت فعلا إنها طفت. لأن هي دي نتيجة، يعني لو احنا قلنا نتيجة. الحلقات اللي فاتت، هي نتيجة عن ان احنا سيبنا اللي مكسور مكسور، سيبنا اللي مهدود يتهدى اكتر، ما حاولناش نشوف ان في طرق للإصلاح، فقدنا الامل وفقدنا الشغف في الإصلاح، فبالتالي احنا فقدنا في الاخر ما روحنا. بقاش في وقود. مم. في محرك، المحرك دوت فضل فترة طويلة مش شغال، فالوقود خلاص انتهى. مم. فلما يجي المحرك يحرك، لما انت تيجي تشغلي البطارية في العربية ومفيش بنزين، مم. لو عملتي ايه هتشتغل؟ ابدا. خلاص. خلاص انتهى. احنا مش عايزين نوصل فانا لكده، عشان خلصت كده على ايه الوقود. انتي فكرتي في اعمار البيوت علشان هو حقيقي. يفضل الوقود موجود. نفسنا بقى يفضل سيب كده ايه، سيب حتة، مم. يعني الحتة اللي هتسيبها دي بكلمة حلوة، مم. بلمسة حلوة، بتقبل في حتة ما. طبعا انتي بتكلمي الطرف نفسه، اللي هو سيب انت بلمسة حلوة منك انت، ايوه، عشان هو فين اللمسة الحلوة، فين الطبطبة، فين انت اللي تعمل انت اللي كده. تعمل ده. وعلى فكرة برضو الطرف الاخر، مم. يعني لو انت عايز بقى حياتك تبقى احسن، فاعمل ده لنفسك. يعني اعمله علشان خاطر نفسك، علشان الصمت الانسحابي اللي انت، او طبعا كلمة انت دي عشان احنا بنكلم الذكر والانثى، ففي اللغة العربية لما نكون بنكلم الذكر والانثى بتبقى بلغة الذكر، عشان مم. بس الايه يعني الرجالة ما مش انت تزعلش، يا ما رجل، ف انت وانت. بالظبط كده. فهي الفكرة ان ما تفرحش ان حصل صمت، نزلت من على دماغي، مم. او يا اخيرا بطل يرغي ويقول لي اعملي دي وما تعمليش دي، وما بقاش يقول لي تعالي معايا عند اهلي مثلا يعني، وانا اتبسط بقى. مم. الواقع ان انتي عماله يعني تكسري في الجسر اللي بينكم، او مم. انت انت كسرت الجسر، مبسوط بايه؟ يعني ده انت في كارثه او انت في كارثه. هو للأسف يعني مع الوقت من كتر ممارسة ان ده بقى
مرة واتنين وتلاتة بقى هيبقى ده العادي، بقى الكومفورت زون بتاعتنا ان احنا ساكتين خلاص بقى. للأسف يعني. ايوه، ما هنوصل بقى للمرحله دي اللي مم. هي بقى الطلاق الصامت الحاجات دي يا مم. جماعه كان ليها مراحل والله. يعني كان في دايما مؤشرات، دايما بيبقى فيه رسول قبلها حتى لو ورسائل مؤشرات تقولك صامته. تكير خد بالك. التأشيرات دي بقى او المؤشرات دي تاخدنا اللي انت بتقولي عليه ده لايه. افهم مراتك، افهمي زوجك من اللانجوج بتاع الجسد. انا عايزاك الحته دي بقى يعني تستطردي فيها وتقولي كل اللي انا عارفه ان الجزء ده مش ناس كتير اتكلمت فيه، وقد ايه جزء مهم جدا لو ركزنا فيه. يمكن كل اللي بيتكلموا عن العلاقات بيتكلموا عن جزء اتكلمنا فيه عن الاسلوب ونتواصل ازاي مع بعض، انما نفهم صمت بعض دي حته مهمه جدا. يعني احنا ساكتين، في بينا لغه بتتقال، افك شفرتها ازاي، افهم هو بيقول ايه وبيفكر في ايه ازاي. طيب، لما زوجي مثلا يبقى ساكت بقاله يومين ولا حاجة، او متأفف او اجي اقول له ايه، انت مالك كده، انت بقيت على طول كئيب امم. او كده يعني. لا، انا ممكن اقول له انا ملاحظة ان انت مختلف، ان انت ما بقيتش زي الاول، طمني عليك مثلا. انا عارفة ان الكلام ده يبان كليشيه قوي، ويعني مين بيعمل كده؟ بس طب والله زمان كانوا بيعملوا كده، زمان قوي كانوا بيعملوا كده البرمجات قبل حاجات الجديده اللي كتير السوفت وير برمجة نزل أتمنى لنا إن ده. احنا نتكلم عليها في المرة الجاية بالتفصيل شوية. أيوة. فلما أنا أسأل زوجي أو أسأل زوجتي ده يعني شيء حلو، حتى لو ما جاوبش على فكرة. يعني لو ما جاوبش أو ما جاوبتش، ننتقل بقى لنوع تاني من الصمت الإيجابي. ما احنا في صمت سيء، في صمت إيجابي اللي هو إيه؟ ان انا اديك مساحه. انت بتقولي حتى اسم البرنامج حلو قوي ومبسوطه بيه، البوح. مم. مساحه كده من البوح او مساحه من الاطمئنان. انت لما بتيجي تتكلمي عليه، ممكن قوي المساحه الامنه ومساحه الاطمئنان دي تبقى في الصمت. مم. لما اللي تحس اني قدام مفهوم حتى وانا ساكت، اه اني مسموع حتى من برافو غير ما عليكي. اتكلم. لما اجي كده جنب شريك حياتي والاقيه مش عايز يتكلم، احترم الصمت ده بحب. مم. يعني خلاص بقى، انا سألتك كتير او سألتك كتير، كم مرة اتقالت مفيش حاجة وهي وراها معارك ضارية. طب ما هي قالت لي مفيش حاجه. ما قالت لي مفيش حاجة. ايوه، ما هي كلمه مفيش حاجه دي اللي بنقولها ليل ونهار، هي دي سبب المشاكل كلها. والستات بالذات متهمين بيها، مش عارفة مم. ليه يعني. يقول لك ما هي بتقول مفيش، هعمل ايه؟ طب ما أنا سالتها. جزء احنا اتكلمنا عليه ان هي وصلت لمرحلة مفيش حاجة لان مفيش رد فعل، مم. فبقت وصلت للصمت الانسحابي اللي هو خلاص انا مفيش لازمه للكلام. او صمت يائس، ما مم. يعني ما بيحصلش حاجة، مم. فخلاص. فاحنا مش عايزين نوصل دي نقطة. النقطة التانية بقى اللي هي المساحات الآمنة للصمت. مم. بمعنى بمعنى. ان حتى لو انت ما اتكلمتش بعد ما سألتك او انتي، فانا موجودة، انا جنبك. مم. ان احنا نتعلم نحترم الصمت، ما دام طبعا في حدود. يعني انت مش طول الوقت كده او انتي مش طول الوقت كده. لو قلتي ما فيش حاجة وسألتك يعني اكيد بس انا حاسس انك تعبانة او حاسس انك كذا، لا ما فيش حاجة. طب عموما انا ايه معاكي، ووقت ما تحسي انك عايزة تتكلمي قولي لي. طب الجزء ده مش ممكن يبقى زي ما قلتي في الاول ان انا نار سبتها؟ ما هي الست غالبا بتقول مفيش، بتبقى محتاجه ايه؟ يعني محتاجه يسالها 10 مرات ولا هي محتاجه ايه؟ لا، هي المفروض اصلا ما تستناش يسألها 10 مرات مم. يعني. فدي من الحاجات اللي احنا بنقول عليها ايه، المعتقدات الخاطئة او كده اللي احنا خدناها. مم. احنا المفروض في ايه يا بنتي، في كذا يا ابن الحلال على يعني. طول كده. يعني مفيش مثلا ليه 5 مرات حتى ليه مفيش. طيب ليه يعني؟ انا حاسة بحاجة اقولها الا اذا كان في اصلا تاريخ ما بيننا يخيفني. اه، يعني زي ما قلت لك انت، هو سخريه او تهكم سخرية، او نقد، استنكار عدم للي مبالاة، بحس بيه. كذا. لكن ما دام ما فيش كذا يعني ما فيش هقول. كل ده، ما توقعش ان انت تعرفي احنا بس مش داخلين في الجزء بعض. الحلو هنا، انت حضرتك لسه كنت بتقولي ايه؟ نحترم مساحه صمت بعض. ممكن يبقى انا محتاج ده فاقول، يعني لو انا اه بدل ما اقول ما فيش، اقول انا محتاجه اقعد مع نفسي كده شويه، وممكن بكره اجي احكي لك او احكي لك. حلو. احنا اتفقنا دايما نشتغل برضو على نفسنا. مم. طب الطرف الاخر ما قالش ده، قال ما فيش بس، وقلت له لا انا حاسس ان في حاجة، قال ما فيش.
فكرة بقى اللي انت قلت عليه، اللي احنا ما احنا قلنا ما الصمت ما يطولش، بس انا قايله له بقى، انا قايله له ان انا موجوده، إمم، انا ما اتقمصتش انه ما قالش، او انا ما قلتلهاش يا انت حره بقى اديني سالت إمم، وعملت اللي عليا، لا، انا قلت ما معناه طبعا يعني. طب لما تحسي انك عايز تتكلم، او لما تحسي انك قادره تتكلمي، إمم، انا موجوده، مش عايزه اضغط عليكي. إمم. الحياه بسيطه يا جماعه. حلو، وبعدين اللي بيفرق أوي، أوي هو أنا نيّتي، أنا رايحة عشان أعمل اللي عليَّ وخلاص يعني، أديني عملت اللي عليَّ بالظبط، وسألت، والّا تعاطفًا مع الطرف الآخر اللي عايش معايا تحت سقف واحد ده، ده مهم ويهمني قوي. جدًا إن هو يكون في حال أحسن. ومهم كمان ان احنا ما نعقدش الحياه، إمم، ما نعقدهاش. انا متضايقه هقول ان انا متضايق، يعني انا دلوقتي عايزه اسكت هقول ان انا عايزه اسكت. إمم، ليه انتظر دايما من الطرف الاخر انه يفهمني، إمم، انه يعرف اللي جوايا، انه يحس مش احنا ساعات اصلا إمم، مبنبقاش عارفين نفسنا. يعني احيانا مثلا حضرتك تصحي الصبح غالبًا. انا مش عارفه مقريفه ليه، انا مش عارفه حاسه بكذا ليه، إمم، مع ان بيبقى فيه سبب بس انت مش قادره تفهميه. فمتوقعة بقى من اللي قدامي هو اللي يفهمني من غير ما أتكلم، مستحيل ليه طبعًا. اصلا بندخل بعض في امتحانات؟ إمم، يعني مش فاهمه. الاهتمام ما بيتطلبش وأنا ما المفروض يطلب تفهم عادي. لوحدك. يفهم ما لوحده ليه؟ نطلبه هو هيحصل خدها ايه في لما KG1 إمتى؟ نطلبه؟ ما يعرفش عنِّك حاجة حضرتك. لا يعني نطلبه عادي، ونقول اللي احنا حاسينه بس بصيغة احساسي انا. إمم، ده مهم. ويعني الصمت بتاعنا يبقى ليه سبب وليه لازمة، ونحوله بقى من الانسحابي واليائس والعقابي للصمت الآمن، اللي علشان نفهم لغة التاني أكتر ونحس بيه، مش علشان نعاقبه أو نحسسه إن إحنا مهمين في حياته. حلو أوي ده. عايزة منِّك كلمة كده ختامية لناس بيسمعونا دلوقتي، يمكن ربما بقى لهم كتير عايشين في الخرس الزوجي، بقى العادي بتاعهم إن هو ده صمت، حتى لدرجة إن هُم ما بقوش فاهمين هو ده أصلًا أساس الصمت ده كان عقابي والّا هو انسحابي ولا والّا هو إحنا إيه؟ ولا إحنا اخترناه كنا والّا هو بنتكلم فُرض أصلا؟ علينا والّا إيه، هُم نسيوا. هم نسيوا إن إحنا كنا بنتكلم أساسا، إمم، يعني ارتاحوا لده. اتعودوا وخلاص بقى ده الحياة، بقى ده هتقولي لهم إيه؟ الحياة. هقول لهم إن دي مش حياة، وإن هو مش عايزين نقول إن في وقت ما بتتحول هذه الحياة لحيوات أخرى مع ناس تانية، سواء بشكل حلال أو بشكل حرام. هنرجع نعيّط. وللزوجة وللزوج، علشان ما نحطش راسنا يعني في الرمل زي ما بنقول، لأ بقت بتحصل في نطاق واسع على الجنسين. فبلاش تتحول لده، وبلاش تتحول لبيت مخروب، وأبناء مش فاهمين إيه اللي بيحصل، ففهموا العلاقات غلط. فخلونا نحول الصمت ده لصمت آمن ومساحة أمان بينا، علشان يبقى يعني هدنة عشان نسمع بعض بعدها، حلو مش ده. العكس، مش هدنة من بعض. حلو ده. ويمكن لو رجعنا لأول حلقة أنتِ قُلتِ محتاجين نشوف عايزين نهدم إيه عشان نبني البيت ده، اه فناخد النهارده نيّة كده صادقة إن إحنا هنهدم دايرة الصمت اللي إحنا عايشين فيها، اللي إحنا مش عايشين، إحنا متجمدين فيها حرفيًا، فنهدمها ونرجّع الحياة لأرواحنا ولشريك حياتنا وللبيت كله، يبقى يا رب. فعلًا إعادة إعمار البيت. يا رب. شكرًا بجد لوجودِك، لسه لنا شكرا حلقة. ليكي لسه. هنتكلم بقى عن جزء مهم جدًا، جدًا، أنا مش هاقوله دلوقتي، خلّينا في الحلقة اللي خلينا بقى جاية، الحلقة بس اللي جاية هو حاجة إحنا فعلًا عشان هنتهاجم عليها بنعيشها كل أعتقد يوم على يعني. السوشيال ميديا، بالضبط ربنا كده. يستر. فخليكم معانا وتابعونا الحلقة اللي جاية، طبعًا خلصت كالعادة حلقتنا بمنتهى السرعة، أسيبكم على خير ونشوفكم على خير الأسبوع اللي جاي في حلقة قوية جدًا في علاقات آمنة مع دكتور عبير العاشر.